الأديب جمال حاتم. الشاعر أكرم حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. في البداية شفاك الله وعافاك. آمين يا رب العالمين. أنا آسف يا رفاقي أني تأخرت عليكم كثيرا لوجع في المعدة. شفاك الله وعافاك. آمين يا رب. السنغال تحتفل في فرنسا بكأس الأمم الأفريقية. بص يا أكرم، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا نتكلمك صعيدي جو المرة دي. بص، الصقر طاير في السماء وراها عصفور. الصقر مش في دماغه العصفور أصلا. العصفور حاطط في دماغه إن الصقر طاير منه. دي المفارقة أصلا. هل تعتقد إن السنغال على مستوى كرة القدم تستطيع أن تؤثر في قرار العالم كله شايفه دلوقتي؟ لا. نظر المغرب صقر، والسنغال تضع في اعتبارها انها تطارد الصقر، والصقر مش عامل حسابك اصلا، الصقر شارخ ومكمل في جو الفضاء. جميل جدا. على مستوى كرة القدم نحن اخوة وكل حاجة، بس خلينا نتكلم في كرة القدم اكثر ولا اكثر. المفارقة الثانية تتمثل في فرنسا. انت دولة مؤسسات، مفترض يعني مؤسسات قديمة جدا، بداية من الثورة الفرنسية وعصر التنوير والإخاء والمساواة وكل مثل الثورة الفرنسية. أنت تعلم جيدا أن السنغال تحتفل بكأس لا تستحقه. لماذا تتركها تحتفل هذا الاحتفال؟ يعني أنت مالكش يد خالص؟ ولا هي عبارة عن رسالة ضمنية من تحت لتحت؟ اتخانقوا يا جماعة وأنا أتفرج. ده باين، اتخانقوا وأنا أتفرج. نجاح المغرب نسيتها التحضر والتقدم على سبيل المثال يعني تبقى مصيبة جدا. إذا هو أساسا تحضر وتقدم مبني على أسس هشة. ما أنا طول ما أنا شايفك إن أنت مثلا ماشي عادي ومش مميز، خلاص أنت جميل وتمام. فحين تميزت المغرب لا تبدا الناس تتلخبط منه. وخد بالك يمكن لخبطه فرنسا غير منطقيه، دي عم ده فيها اساسا اخوه عرب وافارقه متلخبطين من نجاح المغرب. ليه؟ خلينا نتكلم بصراحه، وخاصه الجماعه التعبانين دول بيتكلموا بصراحه. اولا يا صديقي، المغرب لم يسرق شيء من احد. المغرب كسب الكاس على راي الصديق الرائع اكرم حسن جوه الملعب بره الملعب. ربنا يبارك فيك. على رايك انت قلت كلمه جميله جدا لما قلت اساسا دلوقتي المثال لم تعد في ملعب كرة القدم، أصبح العالم كله عبارة عن ملعب أصلا. العالم كله اتسع الملعب لأول مرة في تاريخ كرة القدم. اتسع شاسع يؤكد لا إن أذرع المغربية أشبه ما تكون كده بأذرع أخطبوطية ممدودة في كل مكان أصلا. ولسه حتى المباراة الأخيرة اللي هي تعادل فيها المغرب مع الإكوادور. يا عم ركز، أنت بتلعب الإكوادور دي واخدة البرازيل والأوروغواي غسيل ومكوى. الإكوادور دي طالعة الثانية على تصفيات أمريكا اللاتينية بعد الأرجنتين. أنت بتلعب أي فريق؟ الإكوادور. والأرجنتين ما كسبتش الإكوادور. ماشي أوكي. الأرجنتين فازت على موريتانيا 2-1. لا على موريتانيا المباراة الودية الأخيرة. لا أنا بتكلم في اللقاء الأخير بين الأرجنتين والإكوادور. أنا مش هنط النقطة دي، ما أنا بتكلم بإيه، في إن الإكوادور نفسه فريق قوي أصلا وفريق مؤثر. وخد بالك الإكوادور ده أساسا من ديناصورات أمريكا اللاتينية. الإكوادور ده بيزعل البرازيل والأرجنتين اللي لعبوا المغرب وتعادل معه. هذه واحد. الثانية بركاتك يا شيخ وهبي. شيخ وهبي مشكورا صعد 7 بقى، مش من الفئات، لا ده جايين من أوروبا. اختاروا اللعب للمغرب، مش من ضمنهم لعيب انضم في المباراة الأخيرة اختار يلعب للمغرب على حساب منتخب فرنسا، و2 اختاروا يلعبوا للمغرب على حساب بلجيكا، و5 اختاروا يلعبوا للمغرب على حساب هولندا. وكل أوروبا وانت طيب. ده ايه؟ ده ذكاء اصلا. لان الراجل بيحرك الدنيا. غير ان هو اكيد سحب من تحت، وسحبت من تحت دي جايه من الشمخ الجواني. سحب الفئات العمريه المختلفه. ده راجل حاصل بيهم على كاس العالم للشباب وقادر يعمل بيهم كتير. كمان انت دلوقتي المغرب لما اختارت تلعب مين؟ تلعب الاكوادور، اللي هو اساسا فريق تقيل على مستوى العالم في التصنيف. فانا هلاعب حد لان المده اللي باقيه ضيقه، فانا لازم العب الكبار اصلا لان انا من الكبار. اخر هزيمه للاكوادور كانت من البرازيل من حوالي سنه ونص، من 2000. يا ابني الاكوادور تقيله. الاكوادور اساسا فريق تقيل على مستوى كره القدم، على مستوى العالم وعلى مستوى امريكا اللاتينيه. بقول لك الاكوادور اساسا متفوق على البرازيل في التصفيات الاخيره. لم تعود البرازيل اللي احنا نعرفها يعني. واتمنى ان هي لا تعود البرازيل اللي احنا نعرفها، انها هتتقفش ان شاء الله عز وجل في كاس العالم. طيب اي والله. نرجع لموضوع الاساسي اللي احنا بنتكلم فيه يا استاذ جمال، الاحتفال السنغال في فرنسا. والله بص، السنغال اقرب ما تكون بان هي يعني واحده بتتعايق بشعر بنت اختها.
انت تعلم جيدا على مستوى المنتخب السنغالي، مستوى اتحاد كرة القدم السنغالي، على مستوى القانونيين اللي في السنغال، ان اللقب ليس لكم ولم يعد لكم. عالجتوها، قوموا جيتوا تطينوها او جيتوا تكحلوها عمتوها. بمعنى رحتوا نزلتوا النجمة الثانية على صدركم في التيشيرتات الجديدة. هنا بقى اقف معايا في وقفة مغربية عبقرية. تعمل المغرب ولا حاجة، ممثل قانوني عن الجامعة الملكية المغربية يقعد في الاستاد اللي اتلعبت فيه المباراة بتاعت السنغال. وثق كل شيء صوت وصورة. تترفع التوثيقات دي فين؟ دي لجنة الانضباط. لجنة الانضباط في الاتحاد الافريقي كده الاتحاد الافريقي بدأ يتخانق من السنغال. انت بتتهم بالفساد، بتتهم رئيسه في الفساد، بتتهم المنظومة كلها ان هي فاسدة. بالمرة بقى لجنة الانضباط انا مدي قرار دلوقتي، قرار يتم البت فيه لدرجة ان جانو انفانتينو قال لا ابعتوا له القرار زي ما هو عشان نشوف الدنيا فيها ايه. طب القرار ده يا عم استنى اصبر لحد ما يتم البت فيه، والبت فيه هيتم. رايح تحتفل وتعمل لي الحركات دي كلها، كل ده برضه بيهبط ملف السنغال اكتر ما هو هابط. ولسه الحبل على الجرار. طيب نرجع للغز فرنسا، وان هي تركت السنغال تحتفل في ارضها بلقب هي عارفه الشبهات ولا والله حلو تعبيرك، هو لغز. وان كان يعني هو يبدو انه لغز ولكنه ليس لغزا. اشبه ما تكون وهو برضه فرنسا التاريخ لا يكذب ولا يتجمل يعني. تاريخ فرنسا مع افريقيا تاريخ استعماري طويل عريض. ونرجع ونقول انتوا كدولة مؤسسات من المفترض انتوا عارفين كويس جدا ان هذا الكأس عليه اشكاليات، والاشكالية الاخيرة تم حلها من الاتحاد الافريقي لكرة القدم باعتبار السنغال مهزوم ب3-0 وسحب اللقب منه. كل دي حيثيات انتوا عارفينها. جايب هو بقى مدرب السنغال انا مش عارف ماله، زي جماعه قرايبنا ماسك والله ماسك الكاس عمال يلف بيه في كل حته. والاخطر من كده والمستفز، فاكر مشوار العصفور والصقر اللي قلت لك عليها؟ جايبين جالي حاطين جال فوزة مندي شيك هذا. مش كده مش كده بس مالكم يعني دلوقتي انت صارت انت اساسا بفوطه مندي. يا عم فوطه مندي، تيشيرت مندي، لباس مندي، القضيه مش كده اصلا. دي قنوات شرعيه الجميع ماشي فيها، وانتم تعلمون جيدا ان انتوا كده اساسا بتهبطوا الملف اكتر ما هو هابط. انتوا في الاول لجنه الحكام جت عليكم لان لازم يجي عليكم المراقبين، الناس اللي شافت المباراه، مسجلين المباراه، حط عليها كمان يعني افتح القوس وحط لجنه انضباط بالمره. هتعترف بالكاس مش بتاعك. ايه يا عم في ايه؟ انت عايش فين؟ ولسه هناك كلام لا يقال الان. اخوكم تعبان شويه بس. شفاك الله وعافاك.